الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية لخلق الله أجمعين، نبي الأولين والآخرين وصفوة البشر أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فتقوى الله هي جماع الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر في باب الرزق أن كل مخلوق رزقه على الله تبارك وتعالى، وأن ما من شيء يكتبه الله لعبده إلا وهو عنده عز وجل في كتاب مبين. فليست الأقدار اعتباطا ولا عبثا، بل هي مقادير مكتوبة مسجلة، علمها عند الله جل جلاله في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكثير من الناس يشتكي الضيق في العيش ويشكو الفقر، إما لأنه فقر حقيقي أو لقلة البركة فيما بين يديه. فبعض الناس ربما تكون عنده الأموال الكثيرة لكنه في أبأس حال وأضيق عيش. ولا شك عباد الله أن لذلك أسبابا كثيرة، وأن الرزق له مفاتيح، من أخذ بها أخذ بحظ وافر، ومن أهملها وضيعها فإنه بذلك يضيع الخير عليه. ونحن هنا اليوم في هذه الخطبة سنتحدث عن بعض مفاتيح الرزق التي يريد أو التي ينشدها كل إنسان حتى يغدق الله عليه الخير. ومن الطبيعي جدا أن يحب الإنسان المال، فهذا أمر فطري في كل واحد منا، ولا ينبغي أن نكابر. فالله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: وتحبون المال حبا جما. وقال عز وجل عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا هو المال. فمن الطبيعي جدا أن يحب الإنسان المال، لكن الناس في هذا الباب يختلفون في توجهاتهم ومشاربهم. فمنهم من يخبط بالحرام ولا يهمه الأمر، همه أن يكتنز الأموال ويجمع الأرصدة، لا يعنيه من أين أتت ولا فيما أنفقت. وهؤلاء ليس حديثنا إليهم، إنما حديثنا لمن يعلم أن الله سائله عما استودعه عنده من المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فطلب المال إذن وطلب الخير
لا يلام الإنسان عليه. وسوف يكون الحديث هنا عن المفاتيح الشرعية والأسباب التي جاءت في نصوص القرآن والسنة والتي تستجلب بها الأرزاق ويكثر بها الخير. أما الأسباب المادية الطبيعية فهذه يعرفها كل الناس أو جلهم، ويستوي فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ورزق العبد ابتداء أيها الإخوة ينبغي أن يعلم الإنسان ويوقن يقينا كاملا أنه مكتوب له قبل أن يأتي إلى الدنيا. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات. كتابة، الموضوع منتهي، مكتوب يعني سيحصل: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. كل هذه مكتوبة، ولا مجال للتفكير في تغيير شيء من أقدار الله. وهذا الحديث العظيم يبعث في نفس المؤمن الأمل في الحياة، وألا يقلق من المستقبل. كثيرون يقلقون من المستقبل لنا ولأولادنا، وكيف ستكون الأحوال في المستقبل، فيصيبه الهلع والخوف، ونسي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن رزقه مكتوب، وأن عمله ومستقبله مكتوب. والمستقبل ليس بيدك حتى تقول أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، بل الله الذي يؤمن المستقبل. أنت لا تملك أن تؤمن مستقبلك أنت، فكيف تؤمن مستقبل أولادك؟ وهذه ليست دعوة إلى عدم التخطيط والترتيب والعمل، لكن أن يجعل الإنسان السبب في حصول الخير هو بتفكيره وتخطيطه وذكائه وما يملك. هنا تقع البلوى. ولهذا قارون الذي أوتي الأموال الطائلة لما نصحه أهل العلم فقالوا: لا تفرح، يعني لا تغتر، لا تتكبر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فالأصل هو الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا بأس بأخذ شيء من الدنيا، لكن الأصل هو الآخرة. فماذا قال هذا الطاغية؟ هل نسب الفضل لله جل جلاله فيما أعطاه من المال؟ كلا، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه الأموال جمعتها لما أملك من العقل والتدبير وحسن التصريف. فلم ينسب الفضل لله، فخسف الله به وبداره الأرض، وعاقبه هذه العقوبة الأليمة الشنيعة. ولهذا عباد الله فاطمئنوا، أرزاقكم مكتوبة، لا تخافوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. والله أيمان مكررة 3 عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمى ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا سوف يأتيها. وقد ضمن الله جل جلاله لعبده الرزق، فقال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل إن الله جل جلاله قد أقسم بذاته الشريفة زيادة على هذه الضمان، فقال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني هذا القرآن حق،
وفي جملة ما ذكره الله في القرآن هذا الرزق: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: لعن الله أقواما أقسم لهم ربهم فلم يصدقوا. كيف نحصل الرزق؟ وما هي المفاتيح التي يستجلب بها رزق الله عز وجل؟ أما أولها وأعظمها فهو الاستغفار. الهج بالاستغفار دائما، لا يفتر لسانك عن قول أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. والفرار من الزحف أحد السبع الموبقات التي توبق صاحبها في جهنم، ومع ذلك فهذا الذكر العظيم تكفر به كل تلك السيئات. وقد يقول قائل: وما علاقة الاستغفار بموضوع الرزق؟ نحن نتكلم عن الرزق، فما علاقة الاستغفار بهذا الموضوع؟ أقول: لأن من الأسباب التي توقع الفقر وتجعل الإنسان يصاب به المعاصي والذنوب. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نستغفر الله عز وجل ليغفر لنا هذه الذنوب، فينزل بعدها الخير من الله جل جلاله. يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن الذنوب هي أساس البلاء، أساس الكوارث. يقول عز وجل: وضرب الله مثلا، اسمعوا يا عباد الله وانظروا إلى سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي بلدا دون بلد ولا إنسانا دون آخر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلا مجال للمغالطات ولا مجال للتشدق بأن عندنا وعندنا. هي سنة الله، لن تحابي أحدا ولن تجامل أحدا. أفأمن، يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن فالانتعاش الاقتصادي وكثرة الخير والرزق لا يكون بما حرم الله عز وجل، إنما يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. فمتى ما اتقينا الله أغدق الله علينا الخير وصبه علينا صبا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. جاء عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، لكن تشهد له الآيات السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بسبب الذنب يحرم من الرزق. وإذا رأيت العبد مستغرقا في معصية الله عز وجل خابطا في الحرام معرضا عن ربه، ورأيت النعيم يحيط به ويطيف به، فلا تغتر، فإنما ذلك استدراج من الله له. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بداية الأمر يكثر الخير ويكثر النعيم، ويقول قائلهم: ها أنا عصيت الله فما حصل شيء، ما نزلت صاعقة من السماء ولا خسفت بي الأرض، ها هم الغرب يخبطون في الحرام ويرتكبون الفواحش ودولهم منتعشة اقتصاديا والخير عندهم كثير. هذه فتنة. المؤمن يسمع كلام الله عز وجل ويوقن في قلبه بكلام الله، أو يصدق فلان وفلان. أنت عبد لمن؟ عبد لله. هل تصدق البشر بعقولهم التي يتخبطون فيها وبسببها كل يوم في بلوى ومصيبة
وآراء وأفكار، أو تصدق العليم الخبير الذي يعلم بكل شيء؟ هذا قول ربك جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم وقيل الحمد لله رب العالمين. فالأمر إذن أمر الله تبارك وتعالى، وليس إغداق الله عز وجل لعبده دليلا على رضاه إذا كان عاصيا، كلا. كما أن منعه عز وجل لعبده المال وإصابته بالفقر ليست دليلا على أن الله ساخط عليه. ولو كان الأمر كذلك لما كان حبيب الله وسيد الأولين والآخرين وصفوة الناس أجمعين بذلك الحال الذي نعرفه من سيرته. كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليلة والليلتين والثلاث ليالي طاويا لا يجد طعاما، بل يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقع من الجوع يأكل التمر، مقع من شدة الألم في بطنه بسبب الجوع يأكل التمر. وفي بعض الروايات أنه يأكله بسرعة، ولعل السبب في ذلك أنه كان جائعا بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا يعطيها الله إلا من يحب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومن مفاتيح الرزق التوكل على الله عز وجل، والتوكل هو اعتماد القلب على الله وإظهار العجز له والاعتماد عليه. يقول عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، أي الله كافيه أمر دينه وأمر دنياه. ولأنه عز وجل أكرم الكرماء، يطعم ويسقي حتى من عصاه، فكيف بأوليائه وأصفيائه؟ ولأنه عز وجل خزائنه ملآ لا تنفد، ويده سحاء الليل والنهار لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض. وهو الذي يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهو سبحانه وتعالى كريم وخزائنه ملأى، فتوجه إليه جل جلاله ليرزقك. وهناك فرق عباد الله بين التوكل والتواكل. فبعض الناس حين يسمع الحديث عن التوكل يترك طلب فعل الأسباب فلا يحصل له الخير، فيقول: أنتم تقولون توكل على الله، توكلت على الله. هذا تواكل لا توكل. التوكل أمر قلبي، اعتمد بقلبك على الله عز وجل، لكن افعل بيديك الأسباب. يقول العلماء: ترك الأسباب قدح في الشرع، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. يقول عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقيل للإمام أحمد: ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال: لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق كانوا يعملون وكانت لهم حرف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا يعني من يصنع الدروع، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم رعاة. فكلهم يعملون وهم يعلمون أن الله هو الرزاق، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عباده ويمنحهم. ومن مفاتيح الرزق عباد الله التفرغ لطاعة الله عز وجل. ولا نعني بذلك أن الإنسان يجلس في المسجد ويدعو الله طول الوقت فقط أن يرزقه ولا يعمل شيئا، إنما المقصود التفرغ بالقلب، حتى ولو كان الإنسان في ميادين الحياة، فالقلب معلق بالله في كل الأحوال، حتى ولو كان في ذهابه وشرائه وبيعه فهو دائما يراقب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي:
الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. ويا سبحان الله، هذا الحديث مثال واضح على واقع كثير من الناس. تجد بعضهم ربما يهمل الفرائض ويترك الصلوات، والسبب يقول: ستضيع تجارتي، كيف أغلق محلي وقت الصلاة؟ الزبائن، عندي ارتباطات، عندي أعمال. تقول له: حج إلى بيت الله الحرام، ما أديت فريضة الله. قال: ما أستطيع، عندي تجارة وعندي أناس أولادي يطلبون حقوقهم والناس علي، وهكذا من الكلمات الكثيرة التي تسمعونها. وكأن رزق الله ينال بالإعراض عنه. إن من أقبل على الله وأطاعه أغدق الله عليه الخير وصبه عليه صبا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت أنه قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ومن الأسباب والمفاتيح للرزق أيضا المتابعة بين الحج والعمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ومن المفاتيح أيضا صلة الرحم، الاتصال، السلام، الهدية، قضاء الحوائج للأقارب والأرحام، فذلك أيضا مما يستجلب به رزق الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يطول عمره ويؤخر أجله، قال: فليصل رحمه. ومن الأسباب أيضا أو من مفاتيح الرزق الإنفاق والصدقة في سبيل الله، على عكس ما يظن بعض الناس أن النفقة والصدقة تنقص المال. هذه مقاييس البشر. أما رب البشر فهو وعد أن من ينفق فسوف يعطى خيرا مما أنفق. يقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الشيطان ربما يثبط العبد عن النفقة والصدقة، وهو يجبن الإنسان، يجعله جبانا، ويبخله، يجعله بخيلا. كلما أراد أن يفعل طاعة خوفه الفقر، لكن الله عز وجل يشجعك ويقول: لا تقلق. قال الله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالإحسان إذن للفقراء والمساكين باب خير ورزق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني يعني أعطوني ضعفاءكم، هلما إلي بضعفائكم، فهل ترزقون أو تنصرون إلا بضعفائكم. فالضعيف والمسكين باب رزق لك. إن كان عندك يتيم تكفله، أو فقير أو عائلة تؤويها وتتابع حاجاتها، فأبشر بالخير، فهذا لك في الدنيا قبل الآخرة. يوسع الله رزقك، يفرج الله همك، يزيدك من السعادة والأنس، وما عند الله خير وأبقى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل غنانا في قلوبنا وأن يكفينا شر الدنيا وفتنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فمن مفاتيح الرزق الزواج وطلب العفة. وربما استغرب بعض الناس مثل هذا الكلام، يقول: الزواج الذي هو الإنفاق وبذل الأموال واستئجار البيت والمهر وغير ذلك من التكاليف هو سبب للغنى، كيف ذلك؟
وهل منع كثيرا من الشباب من الزواج إلا المال؟ فكيف يكون الزواج هو سبب الغنى؟ كما قلت أولا، إذا كنا نعتمد في تحليلاتنا على كلام الناس وعلى نظرة البشر فسوف نتخبط، لكن إذا كنا ننطلق من نصوص القرآن والسنة، من كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فنحن على خير. النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة يقول: 3 حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فمن أقدم يريد أن يعف نفسه ويحفظ نفسه من الحرام فسيعينه الله وسوف يغنيه الله من فضله. يقول عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ومن مفاتيح الرزق أن يستثمر العبد أول النهار، البكرة بعد الفجر، فهو وقت مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة في بكورها بالبركة. عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر هذا الذي روى الحديث كان رجلا تاجرا يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن مفاتيح الرزق المداومة على شكر الله تعالى. وما أكثر الساخطين على الله، ما أكثر الساخطين وما أقل الشاكرين. وصدق الله حين قال: وقليل من عبادي الشكور. أكثر الناس يتسخط: فلان أحسن مني، والمرأة تقول: فلانة أفضل مني، في زواجها سعيدة أكثر مني، وكل واحد ينظر إلى غيره ولا تجد شاكرا إلا القليل. أما المؤمن فهو شكور، دائما يلهج بقوله: الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هكذا المؤمن يحمد ربه حينما يتأمل في نعم الله تبارك وتعالى عليه وما أكثرها. قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأخيرا من مفاتيح الرزق البعد عن ممحقات البركة وما يجلب الخسارة والفقر. فهناك أسباب تمحق بركة المال، منها ومن أعظمها الربا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وبه تحدث الكوارث والنكبات الاقتصادية. يقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال عز وجل متوعدا مهددا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يطيق حرب الله ورسوله؟ من يستطيع أن يواجه الله جل جلاله؟ أولئك المرابون يحاربون الله تبارك وتعالى، ويا لها من خسارة حين يكون المحارب هو الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا التي تمحق بركة المال كثرة الحلف في البيع والشراء. فالإنسان الذي تراه كثير الحلف في بيعه وشرائه اعلم أن بركة ماله ممحوقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني يروج السلعة، ممحقة للكسب. هذا في حق من يكثر الحلف وهو على حق، فما بالك بمن يحلف كذبا؟ هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. فقال رجل: يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك ولو كان عود سواك. فالمؤمن لا يكثر الحلف فيما هو حلال، فكيف بما هو حرام؟ وكذلك الغش في البيع والشراء والتدليس. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا
بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تلك 10 كاملة من مفاتيح الرزق، من أخذها أخذ بحظ وافر، والاعتماد قبل ذلك وبعده على الله تبارك وتعالى. فاللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا واجعلها في أيدينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. صلوا وسلموا على رسول الله. فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال ربكم جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم الطف بإخواننا في أرض الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رميهم، اللهم مكن لهم، اللهم لا تمكن عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.